طبعًا حصلت. المشكلة كانت فين بقى؟ كانت إن هو شايف وما قدرتش الصراحة أغيّر معاه الموضوع ده خالص. هو شايف إن أي تغيير وأي نجاح في شغله لازم يحصل، لازم يكون على حساب الآخرين. يعني concept الwin-win وإن إحنا نكسب مع بعض وإن إحنا في team واحد وكده، ده ما كانش موجود أوي. فكان منفتح لإن أنا أقول أفكار جديدة، ومنفتح إن إحنا نتكلم في حاجات مختلفة وحاجات جديدة. ولكن في وقت التطبيق كان برضه still شايف الحتّة دي. فده خلّاني يعني في الآخر طَب الحل إيه؟ هو عايز يتغيّر، بس المشكلة إن هو عايز يتغيّر بنفس شخصيته، بنفس أسلوبه، بنفس سلوكياته، بنفس طريقة تفكيره. ف فعمرها ما هتحصل. وهنا ده اللي بيدّينا كده هو أصلًا إيه العلاقة ما بين الcoach وما بين العميل. المفروض تكون مبنية على إيه؟ الأصل فيها إنها بتكون مبنية على إن رغبة العميل الأساسية في إن هو يكبر ويتطوّر وانفتاحه للتغيير. غير كده الكوتش ما هو في الآخر مش ساحر. هو الكوتش هدفه الأساسي إن هو يوجّه، هدفه الأساسي إن هو ينوّر. فأمّا ييجي الكوتش بيتكلّم مع العميل يقول له مثلًا على فكرة معيّنة أو على خطة معيّنة يتّفقوا عليها مع بعض. مهم جدًا وقت التطبيق إن أنا أكون منفتح ليها وأجرّب وأرمي نَفْسي في تجربة الحاجات الجديدة.